مرة واحد في أمريكا اسمه باري كان قاعد فاضي كده وبيفتح جوجل ماب اللي هو بيتفرج على الأماكن من فوق بالأقمار الصناعية زي ما بنعمل كده لما بنزهق. دخل على منطقة في ولاية اسمها فلوريدا، كان فيها بيت صاحبه القديم، والبيت ده قدامه بحيرة صغيرة. وهو بيقرب الصورة وبيزوم كده لقى حاجة غريبة قوي تحت المية، شكلها كان عامل زي عربية ومش أي عربية، واضح جدا إنها عربية سيدان لونها فاتح ومقلوبة في المية. الراجل استغرب جدا وقال ايه ده، دي شكلها عربية حقيقية مش ظل ولا حاجة. فأخد صورة من جوجل ماب وبعتها للشرطة. الشرطة اتحركت فورا وجابت فريق غواصين ونزلوا في المكان اللي ظهر في الصورة. ولما طلعوا كانت الصدمة، لقوا عربية حقيقية غرقانة في المية بقالها سنين طويلة. ولما فتحوا باب العربية لقوا جواها هيكل عظمي لإنسان. بعد التحقيقات الشرطة عرفت إن العربية دي كانت بتاعت شاب اسمه ويليام مولت، والشاب ده كان مختفي من سنة 1997. يعني تخيل 22 سنة محدش عارف هو راح فين، ولا هو مات ولا سافر ولا حصله ايه. وفي الآخر جوجل ماب هو اللي كشف مكانه، وكانت الصورة أصلا موجودة من سنين بس ولا حد لاحظها لحد ما جت الصدفة، أو خلينا نقول القدر، وخلت الراجل يشوفها. تفتكروا كم جريمة تانية مستخبية ومستنية حد يشوفها؟ هل ممكن انت بنفسك تفتح جوجل ماب وتلاقي حاجة مرعبة، جثة، عربية، أو حتى حاجة محدش يعرف عنها أي حاجة؟ اكتبولي في الكومنتات. لو شفتوا حاجة غريبة قبل كده على جوجل ماب ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، لأن اللي جاي مرعب أكتر.